والله لسه بدري يا شهر الصيام، ده بالظبط اللي هتلاقي نفسك فايق عليه. ولو ما استغلتش شهر رمضان كويس خلي بالك هتلاقيه ضاع منك، وفجأة هتاكل الكحك وتدخل اللجنة على طول. رمضان شهر العبادة، وده اللي هيخلي وقتك فيه بركة. وخلي بالك ساعتين قبل الفجر مذاكرة كل يوم هيفرقوا معاك جدا، وعلى نهاية الشهر هتكون حصيلتك من المذاكرة مرضية ليك قوي. وصدقني اللحظة اللي هتقوم فيها تصلي الفجر وبعدها تراجع فيها كام صفحة هتبقى ظبطت يومك من أوله. ولو كل يوم عملت حاجة صغيرة هتلاقيها اتجمعت وبقت إنجاز كبير من غير ما تحس. وافتكر إن تعبك دلوقتي هو اللي هيخليك مبسوط وقت النتيجة. حط لنفسك أهداف بسيطة كل يوم، صفحة قرآن، شوية مراجعة، ودعوات حلوة من اللي قلبك بيحبها. وخلي بالك الصحبة الكويسة اللي بتشجعك اللي انت تصلي وتذاكر هتفرق معاك جدا. وخليك فاكر إن قليل دائم خير من كثير متقطع. يلا يا عم واحنا لسه في حله يا حلو، شد حيلك وربنا كريم، وكل سنة وانت طيب.